المكانه دي فعليا هي اللي هتاكل منها عيش بقى بقيه حياتك. محدش بيقول لك اعتزل، بس انت عندك فرص بره تخليك تحافظ على المكانه دي. بس في النهايه انا بتكلم بشكل براجماتي بحت. يعني لو انا شخص لا بشجع الزمالك ولا انا شخص اجنبي ما سمعتش عن الانديه اللي في مصر دي، وزيزو ده صديق شخصي وجي قال لي ايه رايك، هقول له انت اكتسبت مكانه هتعيش معاك العمر كله، ما تخسرهاش، لان كل اللي هيتقال لك عن انك هتكتسب مكانه مضاعفه هناك ما حصلتش. يعني اللي قبلك كلها ما حصلتش معاهم، فضلوا دايما هم سكند تير. انت كل شويه بيتباع لك فكره. الفكره الاولى ايه؟ البطولات، تاخد بطولات. سامع شرف لعيب مصري واخد بطولات. الحاجه الثانيه الاستقرار، البطولات، اللي مش عارف مين، الجماهيريه مقارنه مع مين؟ انت هتبقى سكند تير. واكتشفنا ان كل اللي راحوا السكه دي وراحوا جابوا اخرها خالص لان وصلوا لغايه الحيطه، رجع تاني قال لك كنتش فاكر ان هي دي النهايه، قام راجع قالب بقى لا ده انا كنت طول عمري، ده انا كنت بموت في الزمالك. فانت هتروح هناك سكند تير، هتعيش سكند تير، هتكمل سكند تير، وهتفقد اللي انت خسرته لغايه ما تلاقي نفسك في لحظه. وبالمناسبه بدون ذكر اسماء، في لعيبه عندهم المعضله دي اللي هو ما اتحسبش على حد، ما عندوش حد يتخانق له، ما عندوش حد يتخانق له، لا ناس ثانيه بس بدون ذكر يعني اسماء. بدون ذكر اسماء لا عادي. لا النموذج ده كتير. لا طارق السعيد ونادر السيد لا مش ده، انا بتكلم على النموذج عموما اللي هو انا ما اتحسبتش على حد، بالتالي انا وقت الجد